تعالوا اقول لكم على طريقه للكبده الاسكندراني هتطلعها احلى من اللي بناكلها بره. اول حاجه هحط ليمون وحته توم كبيره وخل وملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون. نص التوابل هحطها على الكبده والنص التاني هشيله عشان هشوحه قبل ما احط الكبده على النار. انا غسلت الكبده بلبن علشان ما يبقاش فيها اي زفاره. لو نقدر نسيب الكبده في التتبيله على الاقل ساعتين، او يا سلام لو سيبناها ليله كامله بيبقى طعمها احلى كمان. اهم حاجه هسخن زيت كتير لان الكبده لازم يتحط لها زيت كتير. واول حاجه هشوح بقيه التتبيله اللي انا شايلاها، وبعدين هبتدي احط الكبده عليها بالتدريج. مش هنزل الكبده كلها مره واحده علشان ما نزلش درجه الحراره وتنزل ميتها. بعد ما الكبده دخلت في السوا هحط الفلفل اللي انا مقطعه، وده اختياري. الكبده كده كده ما بتاخدش 10 دقايق بالكتير على النار. ممكن بقى بعد ما تخلص احط عليها معلقه طحينه بتديها طعم حلو قوي. كده الكبده خلصت. اعمل معاها شويه رز ابيض وبطاطس محمره وطحينه، وبالهنا والشفا.